إلى موضوع آخر الآن، حيث خلفت قضية حماية ديوان الحقوق الفرنسي للنشيد الوطني الجزائري قسما من أي تحميل أو استعمال، والذي فجرته صحيفة النهار خلفت جدلا كبيرا وسط الشارع الجزائري، مما دفع تلفزيون النهار إلى التحرك والاستفسار حول حقيقة هذه الحادثة، والتي تعتبر خطيرة في حق رمز من رموز السيادة الوطنية. أحمد بوطة. بعد الضجة التي أثيرت حول ما نشرته جريدة النهار حول حماية ديوان الحقوق الفرنسي الساسيام للنشيد الوطني الجزائري الرسمي قسما من أي قرصنة إلكترونية أو عملية تحميل غير قانونية بموجب القانون الدولي لحماية الملكية الفكرية، عرفت القضية تطورات مثيرة. أين تواصل تلفزيون النهار مع ديوان الحقوق الفرنسي لمعرفة حقيقة هذا الملف